الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني انت مفتكر انه انا بعد ده حاربي ولدي اجيب له الحلاوه والشوكولاته واقول له كل وامسح واقول له والله يا اخي خلاص خليه ينوم تعبان الولد؟ لا والله، والله حاربيه تربيه رجال. اقسم بالله حخليه راجل وهدخل الكره في قلبه وهعده عشان ينتقم، عشان ينتقم لاخته وعشان ينتقم لولده. اول عدو ينتقم منه هو الامارات، طال الزمن او قصر. انا يا الامارات يا ابن زايد لن يهدأ لي بال الا وان انتقم منك، وانتقم من كل من وقف الى جانبك وساعدك في تدمير بلد غلى ما يمكن ان يحصل له الغدر والخيانه من جانبك. يا خسيس، يا من لا تشبه الرجال. والله انت اقذر انسان عرفته البشريه، اقذر انسان، لانك هذا السودان معون. اطعمناك وقفنا الى جانبك، بنينا دورك، انشانا لك المدن والطرق وعلمنا ابنائك وعلمناك انت ذاتك، انت نفسك. الان تغدر بالسودانيين وتفجر في الخصومه، تعادي السودان. على ماذا تعادينا؟ ماذا فعلنا لك؟ ما الذي بيننا وبينكم حتى تكون هذه عداوتكم لنا؟ نحن بتنا أعداءكم بين ليلة وعشية. ماذا فعلنا لكم لنلغى هذه العداوة وهذا البغض وهذا الكره؟ نحن لن نحمل أحدا في الدنيا ما حصل لنا خلافكم. كل من جيشتمونهم ليهدموا بلادنا وليعوسوا فيها هذا الخراب، نقول أننا سنرد الصاع صاعين، سننتقم يا ابن زايد. وهذه رسالة لأبناء السودان الذين ساهموا